السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا أحلى متابعين ليا؟ النهاردة قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل خيار مخلل. حطيت معلقتين ملح لأن البرطمان عندي صغير مبحبوش مالح. حطيت نص معلقة شطة، حطيت نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، حطيت 2 فصين توم، ممكن 3، 2 حبهان سلام، ومية دافية شوية. وكمان حطيت 2 غطا خل أبيض وليمون، عصير ليمونة كبيرة أو ليمونتين صغيرين، ونعصرهم فيها. واوعي ترمي قشر الليمون، هستخدمه تاني. ودوبتهم كويس جدا 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 مع بعض، كويس جدا، وامتزجوا كل المكونات عندي. ابدأ بقى احط الحاجة. جبت الخيار بتاعي ونقعته وغسلته وبقى ممتاز جدا. الله عليه، شوفوا لونه اخضر جميل. جبت الفلفل وغسلتها كويس جدا، وهي جاهزة للخزين. هنا انا رصيت الخيار والفلفل بتاعي رصة محكمة جدا. خلي بالكم، محكمة يعني تكون رصة ومفيهاش منفذ زي ما بيقولوا. وحطيت الثوم والحبهان، وهبدأ دلوقتي اضيف المية اللي انا جهزتها الخلطة. بصوا الجمال، الله، طعمه جميل وريحتها حلوة قوي قوي. هنا بقى انا ضفت معلقة سكر، تقدروا عادي تضيفوها في المية، مفيش مشكلة، بس انا بحب اضيفها كده في الاول. وركتها كويس جدا. بعدين رحت حاطة قشر الليمون. اوعوا تنسوا قشر الليمون، كلنا عارفين الليمون مفيد جدا، وقشر الليمون ليه فوائد كتيرة حلوة. اولا هيحافظ لي على الهواء اللي جوه البرطمان، ومش هيدخل لي هواء خارج البرطمان، وهيخلي طعم المخلل حلو. يا رب يعجبكم ويعجبكم الخلطة. على فكرة تقدروا تاكلوه بعد 3 ايام بس، صدقوني هيعجبكم قوي 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 قوي. واول يوم بيكون عادي، تاني يوم اقلب البرطمان عشان الخلطة تكون في كل البرطمان، سواء فوق او تحت. وهو ده الشكل النهائي بتاع برطمان المخلل الخيار والفلفل. حقيقي 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 طعمه تحفة، طعمه يجنن. يا رب يعجبكم الخلطة بتاعتي، ويا رب يعجبكم الفيديو بتاعي. وأرجوكم لو سمحتوا، عايزة منكم طلب. ايه هو الطلب؟ انكم تشتركوا في قناتي ابداعات سفرتي وتشوفوا كل جديد، وما تنسوش
صفحتي وعندي في الانستجرام وتيك توك. يلا تفاعلوا معايا، شغلوا الجرس، ويلا اشتركوا معايا. شكرا جدا جدا ليكم لحسن استماعكم للفيديو الجميل ده. شكرا، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.